أيها المسلمون، عن السائب بن مالك قال: كنا جلوسا في المسجد فدخل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه فصلى صلاة أخفها فمر بنا فقيل له: يا أبا اليقظان، خففت الصلاة؟ قال: أو خفيفة رأيتموها؟ قلنا: نعم. قال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى، فاتبعه السائب فسأله عن الدعاء، ثم رجع فأخبرهم بالدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إن هذا الدعاء قد حوى أعظم لذة في الدنيا، وهي الشوق إلى لقاء الله تعالى، وأعظم لذة في الآخرة، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. إن شوق النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا لربه لمن تأمل سيرته، فها هو صلوات الله وسلامه عليه يحسر ثيابه عن جسده الشريف ليصيبه المطر، فيسأل عن ذلك فيقول إنه حديث عهد بربه. وزاد شوقه لربه تعالى في آخر حياته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له، وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو أعلمنا به. ها هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه مسندا رأسه على صدر أحب الناس إليه في الدنيا، عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فيخيره جبريل عليه السلام بين الدنيا وبين لقاء الله. تقول: فرأيته رفع إصبعه ثم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فعلمت أنه لا يختارنا، بل كان الأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يسألون ربهم هذا الأمر ويذكرونه ويحبونه. ففي أخبار داود عليه السلام إن الله تعالى قال: يا داود أبلغ أهل أرضي أني حبيب لمن أحبني، وجليس لمن جالسني، ومؤنس لمن أنس بذكري، وصاحب لمن صاحبني، ومختار لمن اختارني، ومطيع لمن أطاعني. ما أحبني عبد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسي، وأحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقي. من طلبني بالحق وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها، وهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي، وأنسوا بي أؤنسكم، وأسرعوا إلى محبتكم، فإني خلقت طينة أحبابي من طينة إبراهيم خليلي، وموسى نجيي، ومحمد صفيي، وخلقت قلوب المشتاقين من نوري،
ونعمتها بجلالي. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه لكعب الأحبار رحمه الله: أخبرنا عن أخص آية، يعني في التوراة. فقال: يقول الله تعالى: طال شوق الأبرار إلى لقائي، وإني إلى لقياهم لأشد شوقا. وقال مكتوب إلى جانبها: من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أشهد إني لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وأوحى الله تعالى إلى داود: يا داود، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري إليهم. يا داود، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه محبتي للمدبرين، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا داود، أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، وأرحم ما أكون بعبدي إذا أدبر عني، وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. إن الشوق إلى الله لذة لا يلتذ بها إلا من عاش مع الله وتلذذ بمعاني هذه الحياة مع الله، وأصبح لا يجري في قلبه غير الله، يعيش حياة الملوك. من عرف الله تعالى حتى لو كان لا يجد مأكله ومشربه وملبسه، حتى لو كان لا يجد ما يظله من لفح الشمس، فظله ذلك الحب الذي خالط شغاف قلبه وسرى في عروقه، حتى ولو كان ألم المرض يكسر عظامه ويفتت لحمه، فقد خدر ذلك الحب جسده فلم يعد يشعر بشيء غير الله. كما قال أحد الصالحين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والشوق إليه. يقول الحسن رحمه الله: والذي نفسي بيده ما أصبح في هذه القرية من مؤمن إلا وقد أصبح مهموما محزونا، ففروا إلى ربكم وافزعوا إليه، فإنه ليس لمؤمن راحة دون لقائه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أحب الموت اشتياقا لربي. ويقول عبد الله بن زكريا: لو خيرت أن أعيش 100 سنة في طاعة الله أو أقبض في يوم هذا أو في ساعة هذه لاخترت أن أقبض في يوم هذا وساعة هذه، شوقا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الصالحين من عباده. قال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وشوقه إلى ربه. ويقول عبد الواحد بن زيد: يا إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. وكان أبو عبيدة الخواص يمشي في الأسواق ويقول: وشوقاه إلى من يراني ولا أراه، وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى. وتأملوا قصة أبي الدرداء رضي الله عنه، كيف حرك الشوق قلبه
وألبسه حب البذل اشتياقا للأجر العظيم من الله سبحانه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه: وإن الله يريد منا القرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: إني أقرضت ربي حائطي. قال: حائطه له 600 نخلة وأم الدحداح فيها وعيالها. فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: أخرجي من الحائط فإني أقرضته ربي عز وجل. وفي معركة بدر صاح النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال المشتاق عمير بن الحمام رضي الله عنه: وكانت في يده تمرات فألقاها من يده: والله إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فقاتل حتى قتل: ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، فلو سفكت دمي في الترب لانكتبت به حروفك لم تنقص ولم تزد. إن عالم المشتاقين إلى الله أيها الأحبة عالم عجيب، ملؤه النور والبهاء، وملؤه السكينة والنقاء، وملؤه كذلك اللذة والهناء. لما حضرت بلال بن أبي رباح رضي الله عنه الوفاة وغشيته سكرات الموت قالت امرأته: وكرباه. فقال رضي الله عنه: بل وفرحاه وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. هؤلاء قوم ائتمروا بأمر الله وساروا على نهج الله فاشتاقوا للقاء الله والشرب من حوض رسوله صلى الله عليه وسلم. قلوبهم ساجدة تحت العرش وأبدانهم تحن وتئن إلى الملأ الأعلى حنين الطيور إلى أوكارها. ليس في قلوبهم محبوب أعظم ولا أحب من الله عز وجل، فمحبته فوق كل محبة، كما قال ربنا سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه رضي الله عنهن: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. فكيف هو شوقنا إلى ربنا، وكيف هو شوقنا إلى خالقنا الذي خلقنا ولم نكن شيئا، بل كيف هو شوقنا إلى من رزقنا في بطون أمهاتنا في ظلمات 3. ثم كيف هو شوقنا إلى من أنعم علينا نعما لا تحصى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال ابن القيم رحمه الله: قيل هذه تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، أي أنا أعلم من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إليه، فقد أجلت له أجلا يكون قريبا، فإنه آت لا محالة وكل آت قريب. وفيه تعليل للمشتاقين برجاء الله. إن الناس في أشواقهم على 3 مراتب. الأولى مرتبة السابقين، وهم أولئك الذين توجهت أشواقهم إلى معالي الأمور وكرائمها، فامتلأت قلوبهم بالشوق إلى الله وجنته ورسوله،
وضروب طاعته. والثانية مرتبة العارقين، وهم الذين تنازعتهم الأشواق فمرة إلى العليا ومرة إلى الدنيا يسمو بهم إيمانهم وتكبو بهم أدرانهم. والثالثة مرتبة الغارقين، وهم الذين غرقوا في الدنيا فما عرفوا شوقا إلى غيرها، ملأت قلوبهم فسعوا إليها لا يبالون حلالها من حرامها، وتضخمت محبتها حتى لم تبق لمحبة الله مكانا. فكن يا عبد الله من أصحاب المرتبة الأولى الذين يشتاقون إلى رؤية وجه الله عز وجل في الجنة، فقلوبهم مشتاقة لنيل هذا الشرف العظيم واللذة الكبرى، فهو سبحانه أعظم من سجدت الوجوه لعظمته وبكت العيون حياء من مراقبته، وتقطعت الأكباد شوقا إلى لقائه ورؤيته. وشاهد الشوق مسارعة في الطاعة قبل الطلب، كما كان عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: والله ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، وما دخل علي وقت صلاة إلا وقد أخذت أهبتها وهي إلي بالأشواق. فمن تحت اللحاف تطير قلوبهم إلى صلاة الفجر شوقا، وفي ظلمات الليل تهب من طول النيام ولين الفراش لمناجاة الله والوقوف بين يديه. وقد أطار الشوق النوم من العيون، كما أخبر سفيان رحمه الله عن الصالحين في شوقهم إلى الله في الليل ليصفوا أقدامهم ويناجوا الملك الذي لا ينام. ودليل المشتاق دوام الذكر للمحبوب واللهج باسمه على الدوام ومراغمة الغفلة. ودليل المشتاقين تلاوة كلام رب العالمين لا يتطرق لهم الملل ولا يعبؤون بالكلل. ودليل المشتاقين رفض الدنيا وعدم السماح لها أن تزاحم من محبته خير من الدنيا وما فيها. حالهم كحال موسى عليه الصلاة والسلام لما دعاه الله لميقاته، فما إن بلغه الموعد حتى سارع وبالغ، فقال الله معاتبا له عتاب المحب: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فكيف روحك ونفسك في ميادين الطاعة ولحظات العبادة؟ هذا محق المشتاقين ودليل المحبين.